السلام عليكم شباب، أينما كنتم. أتمنى منكم أن تضعوا زر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم هو جديد. كما تتذكرون أنني قمت في المسابقات في لسلسلة انتصارات للفوز بالجواهر، لكن اليوم قمت 5 جولات، لكن قررت أن أضيف الجولة السادسة أن أحد اللاعبين أراد أن يدخل. أيضا قال لي لماذا لم تعمل لي أنا أيضا، وبدي أشارك هذه البثوث. ليس سكريوت لأنه مستحيل أفوز على سكريوت، لذلك أنتظر اللاعب يفتح، لأنني ما أعرفش الآي تبعه أو لا. جوا لازم نعطيله تيم كود لأنه متبقاش في أصدقائي. انتظروا يا شباب حتى نعطيه تيم كود. شباب انتظروا قليلا نعطيه تيم كود. شباب المهم قد جاء هذا اللاعب. المهم شباب، القاعدة سأشرح لك القاعدة يا جان. القاعدة ستواجهني في الديب الواحد 1 في 1، وإذا فزت عليه ستنتقل للمود الثاني وهو مود الباتل رويال ثنائي، وإذا جبت 15 كلفة من فوق سأشحن لك 500 جوهرة. هيا نبدأ. ننتظر المباراة. تعرفون أن عندي المايك، عندي مشكلة في المايك، لذلك أذهب لألتقي بالناس. شفت وبالله نعم تذكر مباراة الباندي كم كانت صعبة أمام يسوكا أو سواليوس، لكن أمام هذا تكون مباراة صعبة. شباب إذا النقطة الأولى لي، إذا نتوقع أن أيضا النقطة الأولى لأسسه جان اسمه صهيب. نعم نتيجة 1-0. هل سينتقل للمود الثاني؟ هل سينتقل المتابع صهيب للمود الثاني؟ شوفوا البيك، شوفوا البيك. شوفوا اللاج والبينج، باللاج والبينج. شباب النقطة الثانية للمتسابق صهيب. مباراة لكن أتوقع لن ينتصر في المود الثاني ومود الباتل رويال. والله شوف البينج، لا البينج جيد والله. كما متحركش بسلاسة. حاول حتى لو فاز لي أتوقع أنه ينتصر في المود الثاني. خصم خطير جدا. النقطة الأولى نعم. النقطة الأولى صهيب ماذا تفعل؟ لكنها لا تعمل أداء الجلوس، لذلك تأجل موعد الرقص عليك إلى الموعد القادم. خليه يوصل شباب. هذا وصل. نعم إذا انتصر مبروك عليه 500 جوهرة. يقول مباراة تعمل الواحد كامل. هاولي نشحن السعودية. هذا بتبقى عملت 500 جوهرة ووافق عليه.
هو جنين والله دي سيدة حتى ساعة الوحيد اللي كسب من شغل الثاني هو سهيل لكنه غادر في المسابقات التالية. والنقطة الثالثة للمتسابق صهيب. سلاح الآن 500. شوف هاد السلاح معنديش 200 مرة حارب. إذا لازم تستخدم الموديل التالي. نعم إذا النقطة الثانية أمام المتسابق صهيب يسمى حساب جان ب7 TM جان. هذه رأسية الله أعود. تمشي والنقطة الرابعة للمتسابق صهيب. ان شاء الله هذه المباراة يجي الام توقف في الخط تبعي. بس وقع متسابق صهيب هو ثاني متسابق للغبون الدور الثاني بعد السهيلي. نعم لن تتمكن من المرور حتى لو حاولت يا صهيب. حتى لو حاولت وقتلت سأقاتل على هذه البطولة. تفضل والله إذا شو تسوي اختبار ما عندكش تنحل يا صاحبي. نعم نقطة التعادل بسلاح وينشستر أو يؤمنوا في السلسلة القادمة. ممكن نكملوا حتى الجولة عشان أنا مرة أقول انتهيت لكن يعني الفيديو القادم سوف سنعمل تحدي الوصول للهيرو هيك مع صديقنا سهيل الرويال ثنائي. وسنعمل فيديو حتى نصل للهيرو حتى عدو. أخاف لا أخسر. شوفوا حتى هو مختبئ. بس مختبئ. لازم أركز. جبت نصحوني أهجم ولا أبقى. إني أخاف أهجم ويكون مختبئ. نعم هو ركض. صهيب يتأهل للدور الثاني وهو دور الباتل رويال مصنف. ميدان الدور الثاني هو دور الباتل رويال مصنف. ننتظر الانطلاقة. شوف فاتح المايك يعني بوت كل بوتها. نعم الآن راح أوريه. بوت أمام الكاميرا ستندم. لن تحضر 15 كيل وأنا متأكد أنك ستخسر ولن تحظى ب500 جوهرة. ستندم على هذه الكلمات يا صهيب. كيف لك أن تنعتني بالبوت والآن سنرى ما هو البوت في الباتل رويال. يعني أنا ما لعبهاش للكيلات ولا التأهل. أنا ألعب فقط لأشاهد. Come on, let's see what's out there. هلا أرينا مهارات كل مهارة.
tracking أحاول ألعب system له ريفايف يعني Time to أحاول write السابق history. يفوز. أما أنا يعني ما ألعبش على أما إذا لعبت له على الكيبورد عليك فأنت البقاء سهل عليك البقاء مع الفرقة. سترى يسوع كيف ركعت سمعتني بالبوت. نعم لازم 15 كيلو لننتقل صعب أعرف أنه صعب توجه لكن هناك. متابعيني يمكن قدر ما هناك نفعل عدو ذلك. قريب أقول للغاية. لكم اكتبوا الآي تبعكم في التعليقات عشان أختاركم وأقوم معكم بالتحدي. سقط المتصل. لنتجه هذا هنا لاعبك لتقعدني بالبوت. من هو البوت الحقيقي؟ لكني سأنعشك لأنني نعم أنعشك لأنني أشفق عليك ولا أريدك أن تخسر من البداية. طب إذا عنده ثاني متسابق يصل هذه المرحلة بعد المتسابق سهيل يوت. ديو شباب ديو. هناك عدو قريب للغاية. شمس طيحني غدار. العدو هنا. نعم سرقت لك. سرقوا الكل. نشاهد المتسابق سهيل. Tracking system on. Time to write history. نعم لا أنا أذكر أنه لازم يجيب 15 كيلو فما فوق. الوقت ينتهي. شوفوا النفس. هناك عدو قريب للغاية. انظر هابط أساعده. شوف غدر. غدر صايب. لازم أحذر. يقدمني حتى لو انهزمت أنا ما أعرفش. أطلق عليه عنكبوت. خطرة الحساس. هناك عدو قريب للغاية. شوف هذه الفتاة غلبت. وإذا المتسابق صهيب أيضا يفشل في التحدي ويخسر من الجولة الثانية، ولذلك أقول قد خسر صهيب. وبالمشاركة يكتب ID. وإلى اللقاء في فيديو جديد.